انا جايه لكم بصفقه هدوم. اللي بيحب ذوقي هاتي كوبايه شاي وتعالى اقول لك انا شاريها منين وبكام. هي القطعه ب50 جنيه او 100 جنيه. فيلا بينا اقول لكم منين. يلا. انا جيت. انا ساره بشتري هدوم وانتيكات، ساعات فينتج وساعات عاديه. فقررت ان انا اعمل في قناه اسمها ساره السيد عشان اقول لكم الحاجات منين وفين وبكام. فلو عجبك المحتوى اعملي لايك واشتراك، ولو ما عجبكيش كانك ما شفتنيش. انا اكتشفت جروب اسمه السوق الاوروبي، وصفحه بتبيع اونلاين علشان اي حد بيقعد يقول لي انا مش عارفه اروح الوكاله. فانا جبت لكم بقى حاجات سوق اوروبي فعلا واسعارها حلوه جدا، وهي الايام دي عامله خصومات علشان احنا اخر الموسم. فانا حبيت ان انا اقول عليه وانوه عن الموضوع ده عشان ما ابقاش انسانه انانيه. يلا بينا. طيب مبدئيا الحاجه بتيجي في كيس زي ده وبتبقى مكويه وبتبقى متظبطه، مش هتكلم اكتر من كده. تعالوا اوريكم. اول حاجه دي انا لبستها معاكم قبل كده، هتعجب ناس وناس لا. انا استنى عشان انا بص ما عايزه اقلبها عشان قلت لكم انا لبستها. اهي. اللي بيحب الستايل البوهيمي فهو هيعجبه اول الحاجات دي، او الغجري اللي هي البنات اللي بتحب اكسسوارات كتير هتحب الحاجات دي، عندها كتير منها. تمام. دي بقى عسوله قوي بتتلبس كده. اللي لفت نظري فيها الحركه دي اللي هي من ورا عاديه، بس من قدام جايه بطريقه اللي هي عامله كده. فعجبني قوي وتخيلتها مع الطرحه، لما الطرحه تتعمل كده حسيت ستايلها حلو قوي. دي كانت ب100 ومشيتها حلوه، وهي براند كيابي ومقاس 44 او مقاس 12. هي مقاسي بس هي واسعه سنتوفه بس مقاسي. طبعا انا عشان انا فاشله في الكوي فكويتها غلط، يعني عايزه تتكوي تاني. هي كانت جايه لي مكويه بس انا لبستها لابسه وشطفتها ما عرفتش اكويها تاني. ما علينا، انا فاشله أوي في الكوي. تعالوا بقى اتكلم معاكم على دي. هي ميدن شاينا. انا حسيت ان هي من جمالها هي مصنوعه في بلد اغلى بلد في العالم. بصوا بقى التطريز ده تخيلته على عقد فضي، حاجه كده رهيبه. بصوا 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 بصوا. انا لسه ما لبستهاش، عايزه اطقم لها طقم حلو قوي. بصوا اهي. عايزه اوريكم الحاجات وانا واقفه. هحاول اصور لكم بزاويه تانية. بصوا اوريكم بقى حاجه. استنى. دي بلوزه اوفر سايز تاي داي حرير. هي مقاسها 2 اكس لارج، وماركه اسمها ريكس بس انا معرفهاش، بس هي شكلها ماركه محترمه. بصوا بقى مصنوعه في ملوكه. وطي صوتك شويه. مصنوعه في الهند، ميد ان انديا. هي مكتوب ان هي فيسكوس بس هي القماشه بتاعتها مش فيسكوس، هي جايه على حرير شويه او شيفون. فاهمين اهي. لسه برضه عايزه اطقم لها حاجه. دي كبيره قوي يعني دي تلبس 100 كيلو مثلا. بس انا جبتها عشان انتوا عارفين انا بحب البس حاجه اكبر من مقاسي. ماما تزعل من الكلام ده، ماما تحب تخليني البس حاجات مقاسي. نسيت اقول لكم ان اغلب القطع بتبقى قطعه واحده بس في حاجات شبهها. تمام علشان ما تخشوا تقولوا احنا عايزين زي دي بالظبط. بصوا بقى دي عجباني قوي لسه ما لبستهاش. بصوا اللي عجبني فيها الرابطه اللي هي دي، الرابطه دي ونفس الرابطه دي على الكمام. انا بوريكم القطع بسرعه عشان عايزه اوريكم 10 قطع في وقت قياسي. اوريكم 10 قطع في وقت قياسي اهي. بصوا بقى من تحت عامله كده. فاهمين؟ دي برضو انا عشان فاشله في الكوي فانا مش عارفه اكويها، كانت جايه لي مفروضه زي الفل. انا دايما كده الحاجه بصوا بقى اللي بيحب الحاجات الاوفر سايز انا جايباهم يعني هعملهم اللي هم جواكت على الجيب والبناطيل. بص دي بقى عجباني قوي. بصوا مرسوم عليها كريز وهي كبيره جدا كبيره جدا. يعني انا وانا بكويها كنت حاسه ان انا باكل ملايه من كتر ما هي بسم الله ما شاء الله كبيره. دي انا فاكره ثمنها كانت ب50 جنيه اعتقد. بصوا كبيره ازاي اهي. دي عايزه تتلبس على حاجه يعني، عايزه هيكون تحتها وتبقى اوفر سايز. بصوا بقى دي اسود في ابيض حلوه قوي. دي هلبسها قريب. بصوا انا بحاول ان انا هبقى اصور لكم الحاجات دي لما اجي البسها وانزلها لكم حتى شورتس او ريلز. بصوا دي بقى حلوه قوي. ده عرفت اكويه شويه. الحاجات دي كانت جايه لي كلها مكويه بس انا يعني ايه قلت زياده التاكيد اكوي
فزادت كده عندي بتبوظ الحاجه باين. بس اهي بصوا حلو جدا، عجباني قوي. بابايا. ودي مش عارفه ماركه ايه، مش عارفه اجيب براند ايه. براند اهي سيلكشن. انا على فكره بجيب حاجات سيلكشن كتير، يعني براند سيلكشن ده انا عارفاه. تعالوا بقى اوريكم حاجه. بصوا القميص ده عجبني جدا. القميص ده اعتقد ان هي من السبعينات، تمام. فانا هبقى البسه في من السبعينات، فانا هحاول البسه في محتوى اللي هو لبس السبعينات او الثمانينات في الالفينات، عشان انا عامله محتوى اسمه كده، يا رب نستفاد منه. اللي هو بقى محتوى ايه، نخش على دولاب مامتنا ننقي منه الحاجات ونلبسها على حسب ستايلنا وعلى حسب الزمن اللي احنا عايشينه. حتى بصوا فيها اوبريتات هنا، انا مش عارفه ليه زمان كانوا بيحطوا اوبريتات. هي الناس كانت من غير كتف مثلا، مش عارف، مش عايزه اتريق عشان ما اتعلقش في الاخر. بصوا عجبني قماشتها قوي، وعجبني تفاصيل الزراير وتفاصيل القصه دي. القصه دي هي طالعه ترند، بس هي من السبعينات اساسا. بصوا من زمان قوي. لما انا جيت اشتريتها اونلاين كنت بفتكرها ان هي لونها بيج، بس هي طلعت مش بيج، طلعت لونها اصفر، اللي هو اصفر عدسي، اللي هو لون السبعينات بقى. اللون ده منقرض اصلا، بس هي عجبتني يعني، بقى تنفع بيج وتنفع اصفر، فاهمين اللي هي بين البنين. انا كده وريتكم حاجات انا اشتريتها اونلاين، وهحط لكم لينك الجروب تحت الفيديو، علشان ما تقعديش تسالي اللينك فين، انت فيديوهاتك ملهاش لازمه. وانا اصلا ببقى حاطه اللينك تحت الفيديو وواقعده اضحك، اللي هو انت بتنرفزي نفسك ليه وتخشي تهزقيني ليه، واصلا الحاجه تحت الفيديو. يعني انا اكيد مش هقعد اقول لكم يا جماعه انا بشتري من كذا وما احطلكوش لينك. يعني انا ايه وجه الاستفاده ان انا اقول لكم انا شاريه الحاجات من محل كذا او من جروب كذا اونلاين، وفي الاخر خالص انا ما اجيبه انتوا منين؟ ما يعني اعمل الفيديو ليه بقى اصلا؟ انا بعمل الفيديو لما يكون في لينك. لما مفيش لينك انا هحطه انت هتستفادوا ايه؟ في ناس بتحب ساره وتحب تشوف ساره، مش عايزين يستفادوا منها حاجه، بمجرد ان احنا بتحبوا تشوفوني عادي. وفي ناس بتبقى عايزه مني مصلحه، يعني في نوعين. فانا بحاول ان انا اظبط الدنيا اكتر. صح. المهم، لو تابعت الفيديو لحد الاخر اعملي اشتراك ولايك عشان بتفرق معايا، وتابعوني الفيديوهات الجايه، ويلا باي باي.